نتكلم على مشاكل اللي موجودين. عرضية وضربة راس، يا سلام يا سلام، هو ده الكلام، هو ده الكلام. لما تبقى أول مباراة مع منتخب مصر وتعلم علامة وتبصم بصمة، أحمد علي بيبصم أول بصمة، أول شهادة ميلاد مع منتخب مصر. يا سلام يا أحمد يا علي، يا سلام، وبيبوس كده حسن شحاتة، أبو علي وأحمد علي، أحمد علي وأبو علي، وهدف جميل. أبو تريكة عمل عرضية نموذجية، واحمد علي انقض من الخلف للامام، طالع ارتقاء ايه، ضربة راس ايه، توجيه ايه، بالجبهة موجه. يا سلام، نموذج لضربة الراس يا احمد يا علي. يا سلام، عكسية اكتر من رائعة. وادي اللمة من القصير المكير ماسيموزا، وتسديدة في منتهى الخطورة. مش ممكن هدف التعادل لمنتخب الكونغو الديمقراطية. بيسجلوا لاعب ديفا رقم 12 بغفلة دفاعية. مش ممكن. لسه بنتكلم ونقول ادي اللعبة الاولى فيها تسلل. لعيب منتخب مصر وقف، وارد جدا الحكم يخطئ، لكن تلعب على الكورة، تلعب على الصفارة. ادي اللعبة هنا دروس، مفيش مشكلة ابدا، مفيش تحضير لمنتخب مصر. لكن بدأ يتحرك دلوقتي منتخب مصر، بدأ يبقى فيه تحركات. ادي بالفعل اول تحركات. مش ممكن يا ابني، ده النهارده ايه؟ ده النهارده شهادة ميلاد لأحمد علي، والنهارده شهادة ميلاد وتأكيد الذات لمحمد جدو بيسدد ويسجل. محمد جدو عمل له بينية وسدد أحمد علي، وسجل أحمد علي بيتلقى هدية من جدو ويسجل هدف ثاني في أول ظهور ليه بقميص منتخب مصر. مش ممكن. ده حسام غالي، والله حسام غالي اللي عملها ولا جدو؟ لا، جدو اللي عملها فعلا. ظهور لجدو نجومية لأحمد علي. هل يا ترى بقى الغيابات في الجملة؟ لسه فينا ابو تريكة، سيد معوض يلعبها بينية، وادي السندة والتسديدة. خروق من التسديدة، يا سلام، هو ده الكلام يا احمد فتحي. سند وسدد قذيفة، قنبلة، مدفع رمضان. مش ممكن. مدفع رمضان بيسجله احمد فتحي. يا سلام، الكورة رايحة وعارفة طريقها الجابولاني، ويمكن بقى خدمت احمد فتحي. لكن التسديدة جميلة جدا، التسديدة رائعة جدا. احمد فتحي بيسجل هدف جميل جدا. احمد فتحي هدف، احمد علي هدفين النهارده. بقى بينية من جده، لعب الكرة في مساحة لأبو تريكة، يفتح زاوية تسديد. أبو تريكة مدفعنا يا أبو تريكة، فرحنا يا أبو تريكة. هدف جميل جدا يا أبو تريكة أبو تريكة عمل. يا سلام يا أبو تريكة، مدفعنا كمان وكمان. أدي واحدة والثانية والثالثة بقى فين؟ يغمزها من فوق حارس المرمى على طريقة اللاعبين الكبار. استلم وضرب الراجل وفتح وعمل انه هيخش من جوه، وواحد ودى الثاني يسافر الناحية الثانية، وعلى طول عمل غمزها حلوة جدا من فوق حارس المرمى مولوبو، حارس مرمى اندرلخت البلجيكي. اول انضمام لمنتخب مصر. ادي العرضية داخل المنطقة، معدية. يا سلام، هي رايحة له، الكورة بتهزك يا احمد يا حسن. قلت النهارده يوم احمد، جاب احمد علي هدفين، جاب احمد فتحي هدفين. يا ترى مين اللي هيجيب الهدف الرابع؟ احمد حسن هو اللي جاب، هو اللي سجل. تعال بقى عرضية، الراجل كان عايز يروح وبعد كده لقاهم سبقوا. استنى، الكورة جات له عشان بتحبه، سجل هدف احمد فتحي، الهدف الخامس لمنتخب مصر. احمد علي واحمد فتحي وابو تريكة، وده الهدف الخامس. عايزين طبعا يبقى فيه نسد كل هذه الثغرات. وادي العرضية داخل منطقة الجزاء. مش ممكن. هدف جميل بصراحة، هدف جميل جدا من اللاعب القصير المكير ماسيموزا. هدف بمثابة درس. الهدف ده درس
من الدروس المستفاده. ادي اللعبه معتصم سالم، اولا ما يترماش معتصم سالم على اللاعب كده، لان لسه في مساحه ممكن يموه ويعدي منها، لسه ما وصلش للخط. ادي اول درس. الدرس الثاني احمد المحمدي ما يضغطش على اللاعب اللي هو راس الحربه ويسيب اصلا مركزه الاصلي اللي هو التغطيه العكسيه على القايم البعيد. ادي الدرس الثاني. انما الراضي بقى عصام الحضري ما يروحش قوي على القريبه، يوصل نفسه تونس وملاوي وتشاد وبوتسوانا وتوجو. وادي عرضيه لمنتخب مصر، وادي الاستلام احمد حسن، يا سلام، خدها منين؟ خدها من بقه، خد اللقمه من فوقه جده، لكن يعني مفيش مشكله، جده بياخدها هو، الراجل عملها لنفسه، عملها بقى هو بيرص. رئيس اتحاد الكوره طبعا كابتن سمير زاهر، وكابتن حازم الهواري عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم في المقصوره الرئيسيه. وادي المحمدي، سلام يا محمدي، عملها عرضيه حلوه جدا، الراجل كان سبق. وادي بقى هنا احمد حسن مكي، خلاص ما عادش ناقص حاجه، لكن عارفين اللي خد اللقمه من بقه ده بقى خد الكره من رجله، يعني فعلا جده بعد ما الراجل عمل. ادي اللعبه اللي طبعا ما كانش ليها اي داعي، اقول لحضراتكم يعني ما نقدرش نعلق على صراحه ماسيو موزا وضربه الجزاء الهدف الثاني ليه ماسيو موزا، والهدف على ملعب منتخب مصر. عملها كويس جدا بصراحه، لكن طبعا ما نقدرش نلوم عصام الحضري، دي ركله جزاء